السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنكمل كلامنا في كورس البريمير وهنتكلم عن الإفكت كنترولز. طبعا لو البانل مش ظاهر معاك بالشكل ده من قائمة ويندوز هتضغط على إفكت كنترولز هتظهر معاك، مفيش أي مشكلة خالص. عايزك أول حاجة تلاحظها معايا في البانل إن البانل خالية من أي قيم، مفيش أي حاجة ظاهرة فيها، وده طبيعي لأن أنت مش عامل سيلكشن على أي تراك موجود معاك هنا. بمجرد إن أنا بعمل سيلكشن على أي تراك موجود معايا هلاقي كل حاجة ظهرت معايا في البانل. لو أنا عملت سيلكشن على تراك الصوت هلاقي الخصائص بتاع الصوت ظهرت معايا. لو انا عملت سيلكشن على تراك الفيديو هلاقي الخصائص بتاع الفيديو ظهرت معايا ومفيش اي مشكله خالص. وليكن دلوقتي اعمل سيلكشن على تراك الصوره اللي موجوده معايا بالشكل ده. اول حاجه تيجي معانا في البانل الخاصه بالافكت كنترولز وهي الموشن. الموشن دي بقدر من خلالها اتحكم في البوزيشن والسكيل بتاع التراك اللي انا عامل له سيلكشن. وليكن دلوقتي انا عامل سيلكشن على الصوره، عايزك تلاحظ معايا ان اول حاجه تيجي معانا هي البوزيشن. اول حاجه لو انا وقفت على اي قيمه بالشكل ده هيظهر سهم رايح جاي. السهم ده بقدر من خلاله في البوزيشن ان انا احرك الصوره يمين او شمال، فانا كده بتحكم في الصوره بالنسبه للمحور اكس. لو انا رجعت وضغطت كنترول زد هترجع الصوره في مكانها. تاني حاجه ان انا بتحكم في مكان الصوره بالنسبه للمحور واي بالشكل ده اللي هو المحور الراس. اقدر اطلع الصوره لفوق او انزلها لتحت. ولو انا عايز اعمل ريست للصوره بضغط على السهم اللي موجود معايا هنا. وخلي بالك ان السهم ده موجود في كل القيم، يعني انت لو عايز تعمل ريست لاي قيمه بمجرد ان انت بتضغط على السهم ده هتلاقيه عامل لك ريست للقيم بتاعتك. تاني حاجة تيجي معانا هي السكيل دي بقدر من خلالها إن أنا أكبر الصورة بالشكل ده أو أصغرها. وطبعا كل الكلام ده يتطبق على أي تراك أنا عامل له سيلكشن. لو عامل سيلكشن على أي تراك تاني هيتطبق معايا نفس الإعدادات دي، مفيش أي مشكلة خالص. لو أنا عايز أعمل ريست هضغط على السهم اللي موجود معايا. وعايزك تلاحظ معايا إن في حاجة هنا اسمها اليونيفورم سكيل. لو أنا فعلتها كده يبقى أنا كده بقدر أعمل سكيل للطول لوحده والعرض لوحده. خلي بالك هنا إن أنا دلوقتي لو أنا مفعل الأوبشن ده وبكبر الصورة أو أصغرها فهي بتكبر بنسب متساوية، الطول زي العرض. إنما لو لغيت الأوبشن كده فأنا باقدر من هنا أتحكم في عرض الصورة لوحدها وطول الصورة لوحدها بدون أي نسب متساوية، فبتحس إن الصورة ممطوطة معاك بالشكل ده. إنما إحنا طبعًا لازم نفعل أوبشن يونيفورم سكيل. تاني حاجة تيجي معانا هو روتيشن، وده باقدر من خلاله إن أنا أعمل تدوير للصورة. بمجرد إن أنا باقف عليه وأسحب يمين فأنا باعمل تدوير ناحية اليمين. لو أنا سحبت من الماوس شمال فأنا باعمل تدوير للجنب الشمال بالشكل ده. وعايزك تلاحظ معايا هنا حاجة مهمة، إحنا بنعمل تدوير للصورة بناءً على مركز الصورة اللي موجودة معانا، اللي هو المركز اللي موجود معاك في النُص بالشكل ده، هو ده مركز تدوير الصورة. عايزك تلاحظ معايا كده، وإن أنا باعمل scale اللي هو تكبير أو تصغير للصورة بناءً برضه على مركز الصورة. يعني أنا دلوقتي أي تحكم في القيم الموجود معانا بيتم بناءً على الanchor point. الanchor point هو المركز اللي موجود معايا هنا. طب الanchor point اللي موجود معايا هنا، هل ده مكانه ثابت؟ هل لازم يبقى موجود في النُص بالشكل ده؟ لأ، تقدر من الanchor point اللي موجودة معاك هنا إن أنت تغيّر مكان الanchor point. دلوقتي إن أنا ممكن أسحب الanchor point بالشكل ده، أنا دلوقتي باغيّر مكانه بشكل يدوي. وليكن هاخلّيه هنا مثلًا. تعالوا كده نجرّب نعمل تدوير دلوقتي. أنت واخد بالك في الأول لمّا كنت بتعمل تدوير كان بناءً على مركز الصورة. يالّا كده نجرّب نعمل تدوير. شُفت إيه اللي اختلف؟ اللي اختلف إن التدوير بقى بيتم بناءً على مركز الصورة الجديد اللي أنا غيّرته. نفس الفكرة بالنسبة للscale. لو جيت أعمل تكبير أو تصغير هيكون بناءً على مركز الصورة، وبرضه نفس الفكرة بالنسبة للposition إن أنا دلوقتي باغيّر مكان الصورة بالنسبة للanchor point. يبقى الanchor point هي نقطة الارتكاز الأساسية اللي كل القيم بتتحدد عليها. لو أنا عايز أرجّع الanchor point في مكانها أضغط reset وأعمل reset لكل القيم اللي إحنا لعبنا فيها بالشكل ده. تاني حاجة تيجي معانا هو الanti flicker filter، دي إن شاء الله هنتكلم عنها في وقت تاني. طب خلّي بالك هنا إن أنت تقدر تتحكم في الصورة ده بشكل يدوي. يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أتحكم في الصورة بشكل يدوي هل لازم إن أنا أقعد أغيّر مكان الصورة بالشكل كده، إن أنا أغيّر بالنسبة لمحور X والمحور Y وأعمل لها تصغير مثلًا بالشكل ده، ولو عايز أحطها في آخر الفيديو كأنها علامة مائية بالشكل كده. شوف أنا عملت كام option عمّال أغيّر في القيم. دلوقتي هل ينفع إن أنا أعمل كل ده بشكل يدوي؟ أيوه ينفع. إن أنت بتضغط على الmotion اللي موجودة معاك هنا ضغطتين هتلاقيه ظهر لك بالشكل ده، وتقدر من هنا إن أنت تعمل تكبير وتصغير للصورة بشكل يدوي، ودي بتبقى أسهل وأسرع. أنا دلوقتي عملت تكبير وتصغير، ولو عايز أعمل rotation اللي هو تدوير للصورة هالاقي السهم بالشكل ده، هاضغط وأسحب أعمل تدوير اللي أنا عايزه يمين وشمال. ولو عايز أرجع خطوة باضغط Ctrl Z
عايز ارجع اي خطوه في اي برامج ادوبي بضغط كنترول وزد بيرجعني خطوه لورا. يبقى انا كده اقدر اتحكم في الصوره بشكل يدوي. وليكن انا عملت تصغير للصوره كده وهسحبها اخليها في اخر الفيديو كانها علامه مائيه بالشكل ده. هرجع تاني اعمل سيلكشن على تراك الصور ونشوف بقى القيم. نيجي لتاني حاجه موجوده معانا وهي الاوباسيتي، ودي بقدر من خلالها ان انا اعمل حاجتين. ممكن اعمل ماسكنج للصوره، والماسكنج باختصار ان انا اقدر اظهر جزء من الفيديو واخفي جزء تاني، ولو عامل سيلكشن على الصوره اقدر اظهر جزء من الصوره واخفي جزء تاني، وده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقه خاصه بيه. تاني حاجه بقدر اتحكم فيها اللي هي الشفافيه. تعالوا كده هرجع السكيل بالشكل ده عشان الموضوع يبقى اوضح. خلي بالك ان الاوباسيتي هنا 100%، يعني الصوره ظاهره معاك بشكل كامل. لو انا غيرت الاوباسيتي بالشكل ده عايزك تشوف الفرق، ان الصوره بتتحكم كده في الشفافيه الخاصه بالصوره، يا تصورها 100% يا عايز تقللها او تخليها 50% اي حاجه. وخلي بالك ان القيم اللي موجوده معاك هنا كلها تقدر تكتب القيم بشكل يدوي. يعني لو انا عايز وليكن قيمه محدده ممكن اعمل سيلكشن بضغطه واحده واكتب القيمه اللي انا عايزها واضغط انتر بالشكل ده، مفيش اي مشكله خالص، الموضوع مرن وسلس لابعد مما تتخيل. تاني حاجه البلند مود، هرجع بس الشفافيه وليكن 100%. تاني حاجة وهي البلند مود، وهي طريقة عرض الصورة. عايزك تاخد بالك معايا هنا إن الصورة اللي موجودة معاك معروضة بشكل طبيعي. لو أنا غيرت طريقة عرض الصورة وليكن خليتها سكرين هتظهر معاك كأنها ضوء مثلا. عايزك تشوف عملت اندماج مع الفيديو اللي موجود معاك، حسيت إن الإضاءة طالعة منها بالشكل ده. تاني حاجة ممكن نختار مثلا لايت، ممكن نختار مالتيبلاي. دلوقتي يبقى انت خدت بالك ان البلند مود ده طريقه عرض الصور اللي موجوده معاك، ولو حد شغال فوتوشوب الموضوع بالنسبه له هيبقى سهل، مفيش اي مشكله خالص. وممكن تغير لاي حاجه انت عايزها هنا وليكن هيو او ساتوريشن، وتقدر تشوف اللي انت محتاجه وتطبقه معاك على التراك اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي هرجع الصوره نورمال بالشكل ده. كده احنا شرحنا الافكت كنترولز. عايزك تاخد بالك معايا ان في هنا قائمه خاصه بالافكتس دي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. ان اي افكت انا اخده هنا واسحبه على اي تراك موجود معايا هيظهر معايا هنا في الافكت كنترولز، واقدر اتحكم فيه بشكل يدوي، سواء اي حاجه تخص الصوت او تخص الصوره او تخص الفيديو بالشكل ده. يعني وليكن الصوت اللي موجود معايا هنا، عايزك كده تاخد بالك معايا. انا دلوقتي عايز اقلل الصوت اللي موجود معايا بالشكل ده، وليكن هلغي الساعه اللي موجوده معايا هنا. وخلي بالك من الساعه اللي موجوده معاك هنا موجوده في كل القيم دي، ولو وقفت على الساعه دي اسمها توجل انيميشن. توجل انيميشن دي بتقدر من خلالها ان انت تتغير في القيم، والتغيير ده يظهر معاك على التايم لاين، وان شاء الله ده هنتكلم عنه بالتفصيل الحلقه الجايه عشان الموضوع فيه شويه كلام حلوين. وليكن نرجع لكلامنا وهنرجع لتراك الصوت اللي موجود معايا. هقفل الساعه اللي موجوده معايا هنا، وتعالوا كده نغير القيم اللي موجوده معايا هنا. هخليها سالب مثلا، بالشكل ده. انا كده قللت الصوت اللي موجود معايا. عايزك تلاحظ معاك ان مستوى الصوت اللي موجود معايا هنا في سهم اهو، السهم ده احنا قللنا بيه الصوت. وليكن لو انا رجعته صفر تاني هتلاقي السهم اللي موجود معايا هنا في النص ده مستوى الصوت. ممكن ازود مستوى الصوت ان انا اضغط واسحب يمين وليكن اخليه 7. خدت بالك ان مستوى الصوت بدأ يعلى، ممكن نعليه اكتر مثلا وليكن 10. نرجع من الاول. لو انا عايز ارجع الصوت لمستوى الطبيعي هخليها 0 بالشكل ده، هلاقي الصوت رجع لمستوى الطبيعي. يبقى اللي احنا نفهمه ان الافكت كنترولز ان انا بمجرد ان انا اعمل سيلكشن على اي تراك هنا يبقى خصائص التراك اللي موجوده معايا هنا بتظهر في الافكت كنترولز، واقدر اغير في القيم اللي انا عايزها مهما اختلف نوع التراك. مش فارق معايا نوع التراك، صوت صوره فيديو اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. وليكن مثلا فكره بسيطه ان انا دلوقتي، تعالوا بس هقفل التراك ده بالشكل ده. وليكن مثلا تعالوا نطبق فكره بسيطه من الافكت كنترولز ان انا عايز اظهر فيديوهين جنب بعض في الشاشه اللي موجوده معايا دي. تعالوا كده نشوف الفكره. همسح بس التراكات دي. تعالوا نجيب تراكات من الاول، مفيش اي مشكله. نضيف اول فيديو موجود معايا وهنضيف تاني فيديو. انا دلوقتي عايز الفيديوهين يظهروا معايا. اول حاجه هخلي فيديو في التراك اللي فوق وفيديو في التراك اللي تحت، ونبدا من الافكت كنترولز اللي موجوده معايا الخاصه بكل فيديو. هقف مثلا على التراك بتاع الفيديو ده وابدا اغير السكيل بتاعه. تعالوا كمان نغير السكيل الخاص بالصوره بالشكل ده.
وكان ممكن نغيرها بشكل يدوي، مفيش اي مشكله خالص. وممكن كمان نغير الاوباسيتي بتاعتها كانها تظهر زي علامه مائيه. نرجع نغير القيم اللي موجوده معايا في الفيديو ده، واسحبه كده وليكن على اليمين سنه، ونخليه وليكن 50%. نيجي للتراك اللي موجود بعده، هنخليه وليكن 50% بالشكل ده. هنتعامل بالموشن، وليكن هرجع للتراك تاني، هبدأ أحركه بشكل يدوي. ممكن مثلا نخليها 45%، ونخلي الفيديو التاني 45%. شوف انت كده قدرت بفكرة بسيطة بمجرد انت لعبت في القيم اللي موجودة معاك في الافكت كنترولز، ان انت دلوقتي عملت علامة مائية وظهرت جزء فيديوهات جنب بعض بالشكل ده في وقت واحد على تراك الصوت اللي احنا عاملينه. طبعا الفيديو ده هيختفي لحد هنا. عايزك تاخد بالك معايا من التايم لاين، ان اخر الفيديو اللي موجود معاك هنا. وكمان ممكن تعمل باك جراوند للفيديوهات اللي موجودة معاك من هنا، من نيو ايتم هتضغط على كولر ميت. دي تقدر حاجات كلها هتضيفها في الفيديوهات اللي موجودة معاك. هنختار كولر ميت ونختار الابعاد اللي احنا شغالين عليها 1920 في 1080، واضغط اوكي. بعد كده هتختار اللون اللي انت عايزه، وليكن اللون ده، ومش هنغير الاسم، هنسيبه كولر ميت زي ما هو، واضيفه تحت التراكات اللي موجودة معانا بالشكل ده. يبقى احنا كده بشوية اعدادات بسيطة في الافكت كنترولز وشوية فهم بسيط للموشن والاوباسيتي قدرنا نعمل فكرة بسيطة. وان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن التوجل انيميشن، ودي ان شاء الله الكلام فيها هيبقى ممتع. ولو حد عنده خلفية عن الكي فريم، الموضوع بالنسبة له هيبقى سهل وسلس وبسيط. ويا ريت تدعمنا بلايك واشتراك وسبسكرايب، ولو في اي اسئلة فانا معاك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.